بهدف عن طريق حازم إمام، ويطلق جهاد جريشة صافرة نهاية المباراة. نادي الزمالك هو بطل الكأس رقم 82. الزمالك يرفع وحيرفع الكأس رقم 22. حازم إمام يعدل دفة نادي الزمالك ويسجل هدف في وقت قاتل في الدقيقة 89. إذن الزمالك بهدف وحيد في المباراة يعني يحصل على كأس غالية جدا، تضاف كأول لقب بالنسبة لأحمد حسام ميدو، ولقب يضاف إلى خزائن نادي الزمالك ولا رئاسة النادي طبعا المستشار مرتضى منصور. مبروك المستشار مرتضى منصور، مبروك لكل جماهير القلعة البيضاء. هارد لك لنادي سموحة، ارفع راسك انت نادي سموحة العظيم اللي عملت موسم كبير جدا جدا، عملت موسم صرعت فيه مع النادي الاهلي، عملت موسم نفست فيه نادي الزمالك بقوة، وخسرت شرف نيل لقب الدوري بفارق هدف، وخسرت ايضا الكأس بفارق هدف. اذا اجواء جميلة هنا في استاد الدفاع الجوي ملعب 30 يونيو. عموما هنرجع مع حضراتكم سريعا لزميلي العزيز أسامة الأميري، ثم لنا عودة من جديد. تحياتي عصام عبده، ان شاء الله ملتقانا مع مراسم تسليم كأس مصر البطولة رقم 82 من هنا من ملعب 30 يونيو، العيد الخاص والعيد الصاحب الطعم الخاص للدفاع الجوي. تحياتي ان شاء الله أسامة، نلتقي من جديد. الحازم إمام يحرز هدف النصر ويهدي الكأس لأوفى جمهور في مصر. هدف نظيف استطاع من خلاله الزمالك تحقيق الانتصار بكأس مصر، والانتصار على فريق سموحة الذي أكمل المباراة ب10 لاعبين بعد أن طرد لاعبه من قبل حكم المباراة جهاد جريشة. هذه المباراة يتوج من خلالها الفريق الزملكاوي بطلا للمرة 23 بهذه البطولة، ويتوج أحمد حسام ميدو بأول بطولة له في عامه التدريبي الأول. ألف مبروك لجمهور الزمالك، هارد لك لسموحة وجمهور سموحة على هذا الموسم الكبير الذي قدمه لاعبو هذا الموسم، وعدم التوفيق الذي حالفهم سواء في نهائي الدوري أو اليوم في نهائي الكأس. الوقت القاتل حسمت فيه الأمور كابتن محسن، والكلمة كانت للزمالك. يعني أعتقد أنه فوز يعني مستحق عطفا على الجهد الكبير الذي قدمه فريق نادي الزمالك، مستغلا خطأ فادح من طارق حامد لاعب وسط فريق سموحة استحق عليه الطرد الثاني، فكانت نقطة تحول في المباراة في صالح نادي الزمالك. زيادة عددية وسط الملعب انفتح في نادي سموحة، هجمة مرتدة استغلها الزمالك بشكل جيد، وانقاذ من أمير وارتداد الكرة إلى حازم إمام لعبها في سقف المرمى مسجلا هدف الفوز بكأس مصر. أول ردود الأفعال بعد نهاية المباراة والفوز الزملكاوي في البطولة مع سعود الرئيسي. تفضل سعود. شكرا لك أسامة. إذن الزمالك يحتفظ ببطولة الكأس للمرة الثانية على التوالي بعد أن خطف الفوز من فريق سموحة بهدف نظيف. كابتن عبد الحليم علي طبعا مدير الكرة في نادي الزمالك. كابتن مبروكين يا كابتن. ربنا يبارك فيك، متشكرين جدا. فوز خلينا نقول جاء بتكتيك مميز اليوم من فريق الزمالك. والله اقول لك حاجه، نحمد ربنا ونشكر ربنا على الفوز النهارده. للامانه اللعيبه طول ال 20 يوم اللي احنا اشتغلنا فيهم دول ربنا كرمنا من بدايه ماتش بتروجيت، وخدنا كل مباراه على حده كده. اللعيبه كانت عايزه تعوض الدوري، مركزه تعمل حاجه لجمهورها لناديها. اللعيبه كان رقم واحد بالنسبه لها هو نادي الزمالك واسم نادي الزمالك وجماهير نادي الزمالك. اليوم كابتن يعني المعروف مع فريق سموحه انه عنده ميزه في الهجمات المرتده المميزه. اليوم قدرتوا انكم تحدون من سرعه الفريق هجوميا في الهجمات المرتده واغلاق المساحات عليهم. احنا فعلا بفضل ربنا كابتن محمد ميدو وكابتن محمد صلاح ومدحت وكابتن ايمن واحنا كلنا كل ده واحنا درسنا فريق سموحه الاسبوعين اللي فاتوا دول او الاسبوع اللي فات دوت، واشتغلنا وشفنا الايجابيات بتاعتهم والسلبيات بتاعتهم ايه، وفعلا بفضل ربنا اشتغلنا. احنا بدايه من المباراه مقفلين في نص ملعبنا وقدرنا مكمن الخطوره بتاعتهم الاطراف وراس حرب، قدرنا الحمد لله نوقف دوت بفضل ربنا. على ما اعتقد النهارده سموحه ما كانش لها خطوره على نادي الزمالك،
فضل ربنا دوت بتعب الجهاز الفني وتعبوا مع اللعيبه، واللعيبه نفذت، فنحمد ربنا نشكر ربنا سبحانه. يعطيكم العافيه. مبروك لجمهور نادي الزمالك ومبروك لعيبه نادي الزمالك. شكرا لك. اذا كان هذا حديث عبد الحليم علي مدير الكره في نادي الزمالك. الكلمه تعود اليك اسامه ريثما، اسرد لكم الاجواء الاحتفاليه لفريق الزمالك وما تبقى منها هنا في ارضيه الملعب. تفضل اسامه. شكرا لك سعود، شكرا للكابتن عبد الحليم علي. كابتن فاروق، الزمالك انتصر بالتكتيك ام بالزياده العدديه؟ الزمالك بالروح بالاراده اكثر من الفنيات، خد الكاس النهارده. الزمالك يستحق الشوط الثاني ان هو يكسب المباراه، لكن ثقافه لعيبه سموحه ساعدت الزمالك. ما فيش ثقافه بعد ما طرد اللعيب. كان المفروض سموحه بتلعب الشوط الثاني ساعيا لضربات الجزاء او ضربات الترجيحيه. نسيوا ان في حاجه اسمها دفاع، غلق المنطقه، يضغطوا، ما يهتموش بالناحيه الدفاع، الناحيه الهجوميه، وينظموا نفسهم في النواحي الدفاعيه عشان يوصلوا للسيناريو اللي هم كانوا عايزينه، اللي هي ضربات الترجيح. ولكن الزمالك استغل النقص العددي، قدر يوصل للمرمى، قدر حازم امام يجيب هدف من اخطاء بردك من المدافعين. لكن انا بقول للزمالك الشوط الثاني يطور من ادائه الهجومي بشكل افضل، والتغييرات بتاعته كانت ايجابيه. مره اخرى مشاهدينا الكرام الى سعود الرئيسي. تفضل سعود. شكرا أسامة. مثل ما قلت لك سأسرد لكم الأفراح الزملكاوية هنا في أرضية الملعب. صلاح السليمان لاعب فريق الزمالك، ألف مبروك. هدف واحد قدرتوا من خلاله الفوز ببطولة غالية والاحتفاظ بها. الحمد لله. زي ما انت عارف نادي الزمالك اسم كبير، طالما وصلنا النهائي ما ينفعش ان احنا ما ناخدش بطولة. طبعا بالنسبة انا بتكلم بالنسبة عن اللعبة والجهاز والناس كلها، ببارك لحازم وبارك للجهاز الفني والإدارة والجمهور طبعا. نادي الزمالك زي ما قلت لحضرتك طالما صعدنا النهائي لازم ناخد بطوله نفرح جمهورنا. الدوري راح مننا سوء توفيق، ما كانش لنا نصيب. الحمد لله قدرنا ان احنا ندخل بطوله لفرقتنا، والحمد لله على كل شيء البطوله يعني. نعم. حازم امام ايضا صاحب الهدف، هدف الفوز. الف مبروك. الهدف المؤثر، وحازم رد على كل المشككين في اداء الزمالك في المباريات الماضيه، واليوم الزمالك رد على الجماهير اللي كانت غير راضيه عن اداء الفريق ببطوله. والله الحمد لله بشكر ربنا طبعا النهارده على البطوله. الحمد لله بنديها لجمهور نادي الزمالك ومجلس الاداره والمدير الفني بتاعنا. احنا تعبنا الفتره دي كلها، الدوري ده راح مننا، احنا اللي مضيعينه من ايدينا. لا الحمد لله ربنا كرمنا وجبنا بطوله الكاس عشان يعني نفرح بيها جمهور الزمالك، وان شاء الله بطوله افريقيا باذن الله نبقى منافسين قويين فيها باذن الله. الموسم القادم اكيد ان هناك تخطيط طويل من مجلس الاداره ومن اللاعبين، بالتاكيد هناك تغييرات كبيره راح تقام في تشكيله اللاعبين وفي عدد الاسماء اللي راح تتغير في الموسم القادم. ولكن حازم امام، انتم شخصيا انت ككابتن فريق، ما هي طموحاتكم في الموسم القادم؟ طموحاتنا في الموسم القادم ان احنا نادي الزمالك اسم كبير بينافس على كل البطولات. النهارده السنه دي كنا بننافس على بطوله الدوري، ربنا زي ما قلت لك من الاول ربنا ما كرمناش فيها، عوضنا ببطوله الكاس الحمد لله. السنه الجايه جاي لنا لعيبه كويسه جدا. طبعا لازم اي حد يخش نادي الزمالك يبقى لازم بيلعب على بطوله. الاسامي اللي جايه اسامي كويسه ان شاء الله يساعدونا ونقدر السنه الجايه ناخد بطوله الدوري وبطوله افريقيا باذن الله. شكرا يا كابتن. ايضا محمد صلاح، كابتن محمد صلاح، ألف مبروك يا كابتن. الله يبارك فيك. الزمالك اليوم فرح جماهيره وقدر انه يحافظ على هذه البطولة رغم ضياع بطولة الدوري اللي كانت بيد الزمالك، ولكن الزمالك قدر انه يعوض هذا الموسم وينقذ نفسه. اول حاجه مبروك نادي الزمالك، مبروك جماهيره العظيمه اللي النهارده اول مره بتنورنا في الملاعب، مبروك للعيبه، مبروك للجهاز، مبروك لميدو ان كان محطوط تحت ضغط جامد قوي. مبروك ليك. والحمد لله مبروك لنا كلنا. لكن نقدر نقول لو ضاعت منك بطوله الدوري ربنا كفك النهارده بطوله الكاس، وفي الحالتين هم بطولتين، والحمد لله رب العالمين الناس كلها فرحت. الحمد لله يا رب. الحمد لله رديتوا على الشكوك اللي كانت من حتى الجماهير. يعني نحن قبل يومين عملنا تقرير عن الجماهير، جماهير الزمالك كانت مش متفائله ابدا بهذه المباراه. بص اقول لحضرتك حاجه، عندها حق ومعاها كل الحق، واعتقد النهارده انها فرحانه وهتقدر تغير التفكير ان خلاص بقى الزمالك بياخد بطولات دلوقتي، وان شاء الله انا بقول لهم من دلوقتي استنوا نادي الزمالك في البطولات السنه الجايه ان شاء الله. شكرا يا كابتن محمد صلاح. شكرا كابتن ايمن طه. ايضا ألف مبروك. الله يبارك فيك. بطولة جديدة للزمالك تدخل في خزينة النادي المليئة من البطولات. الحمد لله. ولكن الزمالك اليوم هذا الفوز له طعم آخر بحكم أن الفريق يمر بمرحلة عدم رضا من الجماهير، ولكن اليوم قدرتوا انكم تردون على الجماهير ببطولة. الحمد لله طبعا احنا بنشتغل كل ده لإرضاء الجماهير. يعني
الفرقه بتمر بمرحله صعبه جدا، في ناس بره التيم، ناس ليها وزنها وليها تقلها في التيم بتبقى بره التيم، وبعدين بتلعب بمجموعه تانية ضمنها مجموعه ناشئين، في احلال في الفرقه. الحمد لله بتأدي المباريات الكاس بشكل كويس قوي، بتكسب كل المباريات. النهارده مباراه صعبه جدا مع فرقه محترمه بجهاز محترم. نعم. أدوا بشكل كويس جدا في الدوره الرباعيه. قدرت ان انت لاخر دقيقه بتلعب على الفوز. الحمد لله، يعني بقول الف مبروك لجمهور نادي الزمالك ومجلس ادارته. شكرا لك ايضا محمد عبد الشافي، افضل لاعب في هذه المباراه. الف مبروك، لقب جائزة أفضل لاعب ولقب بطولة الكأس مرة أخرى. الحمد لله، والله فضل من عند ربنا قدرنا نعوض حاجة عن الدوري اللي راح مننا، وبنشكركم على التغطية الجميلة ديت، وربنا يكرمنا ونقدر نقدم حاجة تانية لنادي الزمالك. يمكن هذه الجائزة تمثل لك جائزة مختلفة. أكيد طبعا، دي بصراحة كان نفسي في حاجة زي كده من زمان، والحمد لله ربنا كرمني وحصلت عليها يعني. قدرتوا انكم تحدوا من خطورة فريق سموحة الهجومية اليوم، وكان فريق سموحة بلا طعم أبدا. دي تعليمات والله من الجهاز الفني، وبفضل ربنا قدرنا ننجح فيها شويه لحد ما، بحيث ان احنا ما يخشش فينا جون، ونقدر نحاول يعني نركز على ان احنا ما يخش فينا جون ونعوض باذن الله، والمكسب معانا موجود لاخر الماتش، والحمد لله ربنا كرمنا في اخر الماتش. شكرا لك يا كابتن، مبروكين. اذا اسامه، كانت هذه مجموعه من اللقاءات هنا في من جانب الجهاز الفني والاداري واللاعبين ايضا للافراح الزملكاويه هنا من ملعب الدفاع الجوي، حيث كان مشهدا لاخر نشاطات هذا الموسم على مستوى كرة القدم. الكلمة تعود إليك مرة أخرى. أسامة تفضل. شكرا لك سعود. مباشرة إلى الزميل عصام عبده ومراسم تتويج الفريقين، وصيف الكأس وبطل الكأس. إذن شكرا لزميلي العزيز أسامة الأميري. أصدقائي الكرام، نعيش مع حضراتكم أجواء جميلة وصور جميلة جدا جدا تعيد إلى الأذهان الكرة المصرية، الوجه الحقيقي لجمهورية مصر العربية. يحضر ويشرف الحضور النهاردة كبير اليوران نيابة عن سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بيحضر أيضا وزير الشباب والرياضة، ويحضر أيضا رئيس اتحاد كرة القدم، بالإضافة للمستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، أعضاء أيضا نادي سموحة، المهندس فرج عامر. أسماء كبيرة جدا جدا تعشق الرياضة وتعشق الاستقرار لمصر حضرت في هذا المساء. لقطة جميلة جدا ويوم رائع جدا من أيام الكرة المصرية. إن شاء الله نصل إلى الموسم القادم، موسم رائع وموسم كبير إن شاء الله يليق بكرة القدم المصرية. آدي الوزير خالد عبد العزيز من الشخصيات الرياضية الجميلة المرموقة. سعادة كبير اليوران يحضر النهارده. ادي حماده صدقي، وتعرض طبعا لضغوط كبيره جدا جدا في الماتش. ادي فرج عامر، شخصيه عربيه رياضيه مصريه جميله تعشق الكره السكندريه، واسم كبير جدا من عام 88 مع نادي سموحه. والحقيقه ليه شكر كبير ايضا انه ادانا وصنع لنا فرقه كبيره جدا تؤثر في الكره المصريه. نادي سموحه فريق له شرف كبير وكبير جدا. المركز الثاني من نصيب نادي سموحه، وصيف الكاس وصيف الدوري. مبروك لنادي الزمالك، هارد لك لنادي سموحه. أجواء جميلة جدا جدا تحضرها كل قيادات الرياضة، وبتحضرها مؤسسات الدولة اللي أثبتت قدراتها بشكل كبير جدا. وعلى تكملة البطولة إن شاء الله الموسم القادم البطولة تكون بجماهير وبطولة كبيرة جدا، البطولة المصرية الدوري. الآن ننتظر تكريم الفريق أو الفريق البطل النهاردة نادي الزمالك. المستشار مرتضى منصور 3 مرات على فكرة رئيس لنادي الزمالك، أول مرة عام 96. الآن مع السلام الوطني لجمهورية مصر العربية. بدش الملعب. بلادي بلادي لك حبي وفؤادي. السلام المصري، الأجواء الجميلة جدا، سلام جمهورية مصر العربية، علم جمهورية مصر العربية،
اجواء جميله هنا في مراحل تسليم كاس البطوله. عبد الواحد السيد يظهر في الصوره، وادي هنا جمال علام رئيس اتحاد كره القدم المصري، حضور جميل جدا. وادي حازم امام طبعا عريس الماتش وصاحب الهدف الجميل النهارده. اجواء جميله جدا جدا واجواء ممتعه، وشكر كبير جدا للدفاع الجوي، ملعبه اللي استقبل عده مباريات في هذه البطوله، واللي كان استقبل مباراه مصر وغانا من قبل. اذا الفارس الابيض نادي الزمالك يتوج باللقب للمره رقم 23 في تاريخه، نهائي كاس مصر. وهنا يعني فرحه نادي الزمالك، البطوله اللي محتاجها نادي الزمالك، واللي طبعا هو والنادي الاهلي اسمه هو اكثر الاسماء اللي موجوده على هذا الكاس تاريخيا، ونيل وحصد اللقب يعني او القاب اللي وصلت الى قرابه 81 لقب سابق. اذا اللقب رقم 82 للزمالك. الزمالك صاحب اول بطوله عام 21 الزمالك صاحب لقب 2014 يتوج في هذا المساء بحضور مؤسسي دولي على اعلى مستوى، يحضر النهارده ويرسل رساله ويبعث رساله لكل العالم ان ام الدنيا هي ان شاء الله هتكون قد الدنيا واكثر من قد الدنيا ان شاء الله في الفتره القادمه. كل مطلوب منه العمل، الكل مطلوب منه المسانده، والكل مطلوب منه في كل صناعه يشتغل عليها بشكل كبير جدا جدا. ترجع السمات وترجع بعض الخروجات للسمات الشخصيه المصريه المعروفه. اللي حصل النهارده مع نادي سموحه ان شاء الله يكون اخر الاحداث، وبدايه الفرحه المصريه تبدا رياضيا من هنا بهذا الحضور الكبير طبعا في هذا اللقاء. شكر كبير جدا للفريق صبحي وزير الدفاع، كل قيادات القوات المسلحه اللي لعبت دور كبير على تكمله الموسم، مع طبعا شكر كبير جدا لواء محمد ابراهيم وزير الداخليه، كل قيادات الشرطه كبير وصغير اشتغلوا بشكل كبير، بذلوا مجهود كبير جدا وعملوا في ظل ظروف صعبه ان الموسم الرياضي المصري وتحدوا كل العالم وتحدوا كل الصعاب. المفروض النهارده الحقيقه نشكرهم، لعبوا دور كبير جدا ان هذا اللقاء وهذه البطوله وهذا الموسم يستكمل لتثبت الدولة المصرية انها تملك مؤسسات وتملك قيادات وتملك عاشقين وطنيين وحب وعشق كبير جدا لبلدهم. فرحة كبيرة جدا لنادي الزمالك، كل الاجواء موجودة وكل الاحاسيس موجودة، وفرحة كبيرة جدا بلقب كبير لفارس الكرة المصرية الفارس الابيض نادي الزمالك صاحب البطولة رقم 23. عبد الحليم علي العندليب لنادي الزمالك، محمد صلاح جيل الثمانينات الجيل العظيم، عبد الهادي مدحت عبد الهادي جيل ايضا جيل التسعينات وبدايه الالفين الجديده، والجهاز الفني لنادي الزمالك بالكامل بقياده احمد حسام ميدو، عبد الحليم علي ومحمد صلاح، مدحت عبد الهادي، ايمن طاهر، سيد متولي، احمد زاهر، منتصر السيد، ايمن فريد، عمرو المطراوي، محمد السيد وعلي حسونه. كل دي مجموعه اشتغلت مع نادي الزمالك هذا العام. اذا اللقب جديد جدا في ظل قياده المستشار مرتضى منصور صاحب الفتره الثالثه في تاريخ نادي الزمالك، بعد اول فتره كان تولى فيها عام 96 عضو مجلس الاداره حتى 97، بعد كده 97 2001 عضو لمجلس الاداره، ثم 2001 بعد كده نائب رئيس، ثم تولي في هذه المهمه والحصول على لقب الكاس. احمد حسام ميدو اللي كان هناك اقاويل كثيره عن ضغوط داخل الجهاز الفني، احمد حسام ميدو الحقيقه اتغير جدا، المنتاليتي العقليه بتاعت حسام اشتغل بيها بشكل كبير، الحقيقه من الاولاد المهذبين جدا اللي انا شخصيا اتمنى وواثق ان الحقيقه في فرصه كبيره يكون مدرب من المدربين المصريين الكويسين، انما لابد ايضا يشتغل علميا عليه بقى، يشتغل على نفسه علميا. طبعا هو عنده قدرات تعليميه ممتازه وعنده خبرات كبيره احمد حسام ميدو. اذا هذه الكاس هي كاس نادي الزمالك، الزمالك بطل كاس مصر 2013 2014 في لقطه كرنفاليه جميله، في سهره كرويه مصريه جميله، وفي فرحه وفي انتظار وفي تاهب لصوره تذكاريه تاريخيه تضاف الى جدران نادي الزمالك. القلعه البيضاء هي البطل، نادي الزمالك هو البطل، نادي الزمالك هو اللي هيتسلم كأس البطولة. إذن البطولة والقلعة البيضاء هي صاحبة الكأس، ولقاء السوبر هيكون لقاء يجمع الأهلي أمام الزمالك، كنا توقعناها في كأس مصر. وأيضا شكر كبير لنادي وادي دجلة، شكر كبير جدا لنادي سموحة وإدارته، وأيضا شكر للنادي الأهلي وإدارته على القيمة الكبيرة هذا الموسم. الكل اشتغل في ظروف صعبة. أدي حمادة صدقي مدرب الأكيد طبعا هو الآخر موجود ضمن أحد المدربين العظام المصريين اللي عمل حالة جميلة جدا وفر له فيها إمكانيات كويسة، فرج عامر. وبعد كده بالتالي المال فقط ما يقدرش يصنع فريق كبير
لازم يكون هناك فكر كبير كروي كبير. إذا لحظات تاريخية، لحظات أخيرة هنا في هذا المساء، لحظات تاريخية هنا في هذه الليلة لنادي الزمالك. كبير اليوران يحضر عن نيابة عن سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويحضر أيضا خالد عبد العزيز وزير الرياضة، ويحضر جمال علام رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، وأيضا السيد المهندس فرج عامر، الاسم اللي أصبح الآن رنان ليس فقط في اسكندرية مصر العظيمة. هنا لحظات الكاس. عبد الواحد السيد، هل ممكن الموسم القادم يكون موجود؟ عبد الواحد السيد. لحظات الابتسامة، لحظات الفرح، لحظات الانطلاقة. سلام مربع لنادي الزمالك، سلام مربع للزملكاوية هنا في ملعب 30 يونيو. ملعب 30 يونيو. الاحتفال إن شاء الله حيكون بعد عدة أيام قليلة للدفاع الجوي السلاح المصري العظيم صاحب 116 طيارة تاريخيا. بنبارك لهم على عيدهم إن شاء الله اللي بعد عدة أيام. أجمل وأحلى التحايا لكل الزملاء، طارق الحمادي، سعود الرئيس، أسامة الأميني، خليل الصفار ومحللنا الكبار، وأيضا تحية كبيرة للمحرك الكبير علي سعيد الكعبي. هذه أجمل تحيات عصام عبده من هنا من قاهرة المعز. إلى اللقاء. على الزمالك التاريخ يقدر يقول ما شاء. أنا الزمالك عندي أحلى وأجمل الأشياء. بحبه لما يكون بطل، وأحبه لو كان مش بطل. بشجعه مهما حصل وأفضل من العشاق. على الزمالك التاريخ يقدر يقول ما شاء. أنا الزمالك عندي أحلى وأجمل الأشياء. بحبه لما يكون بطل، وأحبه لو كان مش بطل. بشجعه مهما حصل وأفضل من العشاق. وبحبك يا زمالك. بعد تتويج فريق الزمالك ببطولة كأس مصر للمرة الثانية على التوالي، معي في هذه اللحظات رئيس مجلس الإدارة الأستاذ مرتضى منصور. مبروك بداية على التتويج للمرة الثانية على التوالي، والكابتن ميدو حل بالطيارة بسلام. ما انا كنت بقول لك هو ميدو كان سايق الطياره ومش عارف كانت رايحه فين. اولا بس بشكر قناه ابو ظبي الرياضيه واخويا يعقوب السعدي على التغطيه المحترمه، والمراسلين المحترمين اللي انا شفت بجد والله يعني مش بجامل. وانا بهدي الكاس ده لشهدائنا في غزه. هذا الكاس انا كراجل زملكاوي مصري بحب بلدي بهديه لكل شهدائنا في غزه الحبيبه. وبقول للدول العربيه كل الحكام، امتى هتعملوا اجتماع قمه عربيه؟ لا لسه ثانيه معلش والنبي، امتى تعملوا قمه عربيه عشان تنقذوا ولادنا اللي في غزه واللي في سوريا واللي في العراق واللي في ليبيا؟ فانا بقول انا طبعا فرحان بس حزين من اللي بيحصل في اطفالنا في غزه ان شاء الله، لكن في نفس الوقت ولادنا النهارده طلعوا رجاله، ويمكن ده بفضل ربنا. بس عايز اقول للولد اللي كان بيكتب لما الزمالك خسر الدوري، يعني طلع من الدوري، واخويا محمود طاهر خد الدوري بفرق جون الزمالك اللي جابه في سموحه. اولا فريق سموحه فريق محترم جدا، عنده مدرب محترم جدا حماده صدقي. هم لعبوا هو طبعا خطه سموحه دايما معروفه ان هو بيخطف اي فريق من اول ربع ساعه ونص ساعه، فانت لو استمريت شويه كده خلاص بتعرف طريقه لعبه. عايز اقول بقى اللي قال انه الاهلي خد الدوري بالاداره والزمالك خسر الدوري عشان اداره فاشله. طب احنا خدنا كاس النهارده. القصه مش اداره، القصه ان انا صممت من اول يوم ان احمد حسام ميدو مدير الجهاز الفني يستمر لغايه الموسم اخر الموسم. يعني حصل اخفاقات في الدوري، حصل اخفاقات في افريقيا، وقلت كام دي سياسه جديده احنا عملناها. في النهايه احنا ما قدرناش نحسن الدوري، لكن حصدنا بطوله كبيره هي بطوله كاس مصر وهي اقدم البطولات. انا زي ما قلت لك بهديها لشهدائنا في غزه، بهديها طبعا لجماهير الزمالك العريقه. بقول للعيال تاني اول ما دخلت قال الصايعه البلطجيه اللي قلت ادبها ورمت طوب على عربيه على الاتوبيس بتاع سموحه، دول مش زملكاويه، دول بلطجيه للاسف. تاني دول ثانيه دول بلطجيه. طول ما انتم موجودين
اولا بيبلطجوا في الجامعه، بيبلطجوا هنا، بيبلطجوا في اي مكان. انا بقول للشباب الالتراس بقى الواعي المثقف الحقيقي اللي بيحب النادي بتاعه، المفروض كنت النهارده تيجي تفرح معانا، تفرح بكاس مصر لتاني مره على التوالي. انا في انتظار كاس السوبر، اعتقد اللاعب كاس السوبر. انت كنت تتحدث انك تتمنى انك تقابل فريق الاهلي، بتقابله في كاس السوبر. ان شاء الله نقابله في كاس السوبر باذن الله. وعايز اقول لك حاجه، احنا شوف النهارده علاقتنا محترمه مع مجلس اداره نادي سموحه، علاقتنا محترمه مع كل الانديه، ودي رياضه. انت عارف لو الزمالك النهارده ما كانش خد الكاس وكان لا قدر الله انهزم، ما كنتش هزعل. ليه؟ لانه لعب النهارده مباراه محترمه، والولاد بذلوا كل الجهد والعرق في الملعب عكس المباراه اللي فاتت. انا سعيد طبعا، وزي ما قلت لك عايز جماهير الزمالك تفرح. جميل. استاذ مرتضى، خلينا دام انك انت ذكرت انك كنت مصر على بقاء ميدو لنهايه الموسم، ميدو مستمر ولا لا؟ عندنا اجتماع مجلس اداره يوم الاثنين باذن الله. انا راجل ديمقراطي على فكره، عكس ما بيقولوا انا دكتاتور. انا بسمع اراء كل الناس وماشي اللي في دماغي، ودي الديمقراطيه الجديده. انا بقى يا فاروق انت وكابتن محسن وخالد، انا بهرج طبعا، بهزر. لا دي مش ديمقراطيه، ده لكن انا عايز اقول هنجتمع باذن الله، والمجلس كله هيقرر اذا كان الجهاز هيكمل ولا في راي ثاني. لكن اللي انا اقدر اقول لجماهير الزمالك ان كل الصفقات اللي انتم حلمتوا بيها احنا خلصناها الحمد لله. افضل جونين في مصر اللي هو عواد والشناوي الحمد لله. وانا منتظر لقاء بكره السيد ياسر رئيس النادي المصري المحترمين، وسيقول لي لقاء بعد بكره مع الاستاذ محمد ابو السعود عشان ننهي موضوع عواد. وطبعا انت عارف ان احنا جبنا كوكبه من اللعيبه، وان شاء الله باذن الله بطلب من السيد وزير الداخليه ان احنا نعمل الماتش اللي جاي بتاع افريقيا في مازيمبي في استاد اسكندريه. بطلب منه انه يبقى بجمهور، ولما يغلط الجمهور حاسبني انا، والجمهور ده مش هيخش تاني. عشان ماتش مازيمبي والماتش التاني بتاع فيتا، احنا لما لعبنا هناك اتغلبنا كان في 60,000 و70,000. استاد اسكندريه ياخد 10 15,000. فرح الزملكاويه يا محمد بيه ابراهيم محترم، علشان الناس بتحبك وبتحترمك، واللي قدر يحمي استحقاقات تاني دستور في ملايين، ورئيس جمهوريه محترم السيسي نزل 24 مليون، مش هيقدر يتحكم في 8,000، وخاصه ان اللي موجود في مدير امن اسكندريه ومدير بحث اسكندريه ناس محترمه. ما رديت وما جاوبتني. ميدو رايك الشخصي تبغيه يستمر ولا لا؟ مجلس الاداره. رايك الشخصي؟ لا انا بص، السر بيتقال لاول مره. احمد حسام بعد ماتش سموحه كان عايز يمشي، وجالي المكتب وقال لي عايز امشي. قلت له يا احمد يمشي قبل المباراه النهائيه؟ قلت له يا احمد احنا بنتكلم في الدوري لما خسر الماتش بتاع الدوري في الاهلي ثم سموحه. قلت له يا احمد دي تجربه انا حاببها، تجربه شاب لسه طالع، مش عايزك حتى لو فكرت انك تمشي وجاي لك عرض تاني تبقى ماشي ومعاك بطوله، لانك انت لو مشيت بالطريقه دي هقول لك ده اتغلب من سموحه واتغلب من لا مش وقتها، واتغلب من سموحه واتغلب من الاهلي، واخد بالك. فالنهارده احمد حسام رافع راسه، واخد بطوله كبيره، بطوله الكاس، قرار ليه الاول ثم مجلس اداره يوم الاثنين ان شاء الله. شو رايك الشخصي يرجع؟ انا بحب ابو ظبي جدا ومعايا اقامه في ابو ظبي، وبقول لشعب ابو ظبي الكريم انا لما بنزل بجد ابو ظبي او دبي عمري ما حسيت ان انا في بلد غريبه، بحس ان وعشان كده عملت اقامه هناك. ونحن نفس الشيء نحبكم. انا بحب ابو ظبي، وبقول للمصريين اللي في الامارات انا شفتكم ازاي انتم بتتعاملوا معامله كريمه محترمه، وده شعب ابو ظبي اللي الشيخ المحترم الشيخ زايد وصى اولاده، وصى اولاده، والشيخ محمد بن راشد والده وصاه على المصريين. انا شفتهم ازاي بيتعاملوا هناك. بشكركم، بشكرك تاني، مش بجاملك على التقنيه الفنيه المحترمه والتغطيه بتاعتكم. في ناس النهارده بتغطي في سموحه، وناس في نادي الزمالك، وناس هنا، فده شيء محترم جدا، واتمنى ان قناه ابو ظبي تاخد الدوري باذن الله ان شاء الله. شكرا لك. اذا اسامه ارجع لك مباشره في الاستوديو، تفضل اسامه. طارق، شكرا لسعاده المستشار مرتضى منصور، الف مبروك له كونه رئيس مجلس اداره نادي الزمالك، الف مبروك لجميع الزملكاويه في مصر وفي الوطن العربي الكبير وفي الامارات تحديدا التي تزخر بقاعده كبيره من الجمهور الزملكاوي. كابتن خالد، بطوله اتت في وقت مثالي بالنسبه لمجلس الاداره الجديد، بالنسبه لاحمد حسام ميدو سواء بقي ام رحل، بالنسبه للاعبين الذين سيواصلون مع الزمالك او سيرحلون من الزمالك. اكيد بتفق معك، هي طبعا توقيت البطوله، واهم من هذا كله مثل ما انت تقول اوفى جمهور على هذا الكوكب جمهور الزمالك. بالضبط، بعد الصبر الكبير جدا، يمكن بطوله الكاس السنه اللي فاتت وبطوله الكاس السنه دي، اعتقد ان جمهور الزمالك بما عاناه في سنوات كثيره جدا على المستوى الاخير، اعتقد انه يستحق ان يكون بطل الكاس مع ميدو. النقطه الثانيه هو طبعا الزمالك في حقيقه البطوله ديت عنده مباراه مهمه
مع مازيمبي الكونجولي تاريخ 27. احد اقوى واخطر الفرق الافريقيه في الوقت الحالي على المستوى الفني. عشان كده اعتقد كان محتاج لبطوله زي ديت ودعم جماهيري رائع علشان يقدر يقف على رجليه ويكمل في دوري ابطال افريقيا. النقطه الثالثه بطوله تحسب لميدو في فتره صعبه جدا زمنيه بعد خساره الدوري الرباعيه. مبروك للزمالك انه اكتسب مجموعه من الشباب، اتصور انهم الفتره الجايه هيكون لهم دور كبير جدا. مبروك للزمالك انه كمان قدر يلعب على شكل تكتيك النهارده في رايي من افضل المباريات اللي عملها ميدو على المستوى التكتيكي، وخاصه المستوى السيء الفني لسموحه في بعض الاوقات، تاخير التغيير بالنسبه للكابتن حمد صدقي، اختفاء الحلول عند رقابه بعض اللاعبين اثرت كتير جدا. اعتقد طبعا ان ميدو في الشوط الثاني اختلف تماما كابتن اسامه. اولا دفاع متقدم وكان اكثر ممتاز، اثنين انتشار الامامي بثلاث لاعبين حازم وشيكا واحمد علي، ودي نقطه عملت خلخله كبيره جدا ارغمت عبد الرحمن فاروق انه يلعب 4 في خط دفاع سموحه. الزمالك يمكن الجهه اليمنى كانت افضل بكتير جدا عن طريق حازم امام وعمر جابر لان كان في تفاعل اكتر. اخر نقطه المستوى التكتيكي للزمالك طوال المباراه هو الصبر وتمديد الوقت، ونجح ان الزمالك يكسب بهجمه مرتده. افراح الزملكاويه مشاهدينا الكرام ننقلها لكم عبر ابو ظبي الرياضيه من مقر نادي الزمالك مع الزميل خالد الكردي. خالد، كيف هي اجواء الفرحه الزملكاويه ببطوله كاس مصر عندك؟ شكرا لك زميلي أسامة. فرحة كبيرة هنا داخل 100 عقبة، الجماهير بدأت تتوافد على نادي الزمالك.